السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بينك ايدياز. اليوم جبت لكم فيديو جديد وطريقة حلا لذيذ جدا تشيز كيك التمر، فإذا حابين الطريقة خلوكم معنا. المكونات: تمر وزبدة وبسكويت وحليب مركز محلى وقشطة وكيري ونسكافيه. راح أكتب لكم بالضبط المقادير تحت صندوق الوصف. أول شيء نحط حليب مركز محلى، والنسكافيه والقشطة، تمر، كيري. خلطة مرة كويس لحد ما يمتزج التمر 100%، ما عاد يكون فيه كتل زي كذا، راح يكون معاكم الخليط. الحين نبدأ بالطبقة الأولى اللي هي عبارة عن بسكويت وزبدة وشوية موية. أول شي نحط البسكويت والزبدة في القالب حق الشيز كيك اللي ممكن ينفك، أظن كلكم تعرفونه، موجود في كل بيت، ونخلطه كويس. بعد كذا السر إنه نحط شوية موية مع البسكويت، إنه تمنعه من يتفتت ويخرب عليكم. تقريبا ربع بيالة راح تكون كافية. هذا الشكل إذا مسكت معاكم، إذا تفتتت على طول، دليل إنه هذا هو القوام اللي راح يكون كويس. بعد كذا نرصه كويس في الصينية ونحط عليه الخليط. طبعا لازم الخليط شوية ثقيل، فنواسيه شوية ونزينه بالفستق واللوز المبشور، ونحطه في فرن ساخن جدا لكن مطفى عليه. ركزوا انه يكون مطفى عليه، بس ابغى فرن مرة يكون حار ومطفى. نحط جواته تقريبا 10 إلى ربع ساعة راح يجمد معاكم. وزينوه بقطع تمر عشان يكون شكله حلو. وهذا هو الشكل النهائي. الطعم لذيذ جدا والشكل برضو حلو، يعني جد طعمه زي شكله حلو ومرتب. ينفع مع القهوة، لا يفوتكم طعمه لذيذ جدا جدا جدا. وبس كان هذا الفيديو، إن شاء الله كان خفيف عليكم، وشكرا لمشاهدتكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وأكيد ننتظر تعليقاتكم تحت.